ماشيه بشكل كويس بيبان. سيدات او طائره سيدات النادي الاهلي ماشيه بشكل كويس جدا، دوري، بطوله افريقيا، كاس مصر، طبعا حاجه محترمه جدا. وزي ما قال دكتور مراد عاصم ان بنات النادي الاهلي طبعا يعني يستحقوا كل التقدير، وقال ان الخمس سنين الجايين كمان الفريق ده قادر على حصد البطولات. قبل المداخله كان معانا تقرير، وكان في اخر التقرير رمضان صبحي، الحديث عن رمضان صبحي لا ينقطع، يلعب ماتش روما مش هيلعب ماتش روما، طب المنتخب طيب اساسي كده واحنا مغمضين. اي لعيب شرف ليه انه يلعب لمنتخب مصر، والنادي الاهلي ابدا ولا عمره اخر اي لاعب عن منتخب مصر. والحديث علشان بعض الناس اللي قولت بعض الحاجات بشكل معين ان النادي الاهلي لم يطلب ابدا اعفاء اللاعب للمشاركه في مباراه وديه، ولكن في المرحله اللي جايه لازم دايما لاعب بيلعب في 3 منتخبات ولا حاجه لازم تحدد خطتك منه كاتحاد كوره. انت معتمد عليه في المنتخب الاول ولا معتمد عليه في منتخب شباب ولا معتمد عليه في مواليد 97؟ لازم تعتمد عليه بالشكل الامثل اللي انت شايفه. انا شفت بعض التصريحات وبعض الاحاديث من بعض نقادنا الكبار ومن بعض الزملاء لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن بصراحه اللي يعني خلاني كده ابقى مستغرب شويه، الناس تقول لك ايه، رمضان لسه صغير، ده رمضان لسه صغير، ما ناخد منه. وانا هاخد منه امتى؟ لو تعاملنا مع اي حد او اي موهبه بهذا الفكر، هذا فكر خاطئ. وما اكثر اللاعبين اللي كانوا موهوبين وتم التعامل معهم بفكر خاطئ في انديتهم نفسها، لعبوا 16 و17 و18 و20 وفريق اول تلاقي يعني اللاعب بعد فتره خلاص يقول لك انا لو ما خدتش منه دلوقتي هاخد منه امتى؟ ما ده غلط وده صح، ده مش صح. يا ريت يا سمير لو تحط لنا كده شويه لقطات لرمضان، لعيب مجتهد ولعيب ماشي بشكل كويس ولعيب بيأدي ولعيب بيأدي بشكل رائع. فانت النهارده منتخب مصر محتاجه ومنتخب مصر محتاجه. هيلعب لمنتخب مصر؟ طبعا لازم يلعب لمنتخب مصر. الاهلي محتاجه، ولكن المباراه الرسميه مع المنتخب الاهم. لكن بعض التأويلات اللي خرجت على التصريحات كانت من وجهة نظري شايفها مش موفقة من البعض. وطبعا الكابتن سيد قال لك يعني احنا ما قلناش انه ما يروحش المنتخب، ولكن النادي الاهلي طلب تحديد هوية رمضان مع المنتخبات. ده ثروة قومية لمصر كلها، للنادي الاهلي وللمنتخبات. ولعيب يعني نمسك الخشب كده ربنا يكرمه ويؤدي بهذا الشكل مع كل المنتخبات. ولكن بقى اللي انا بطلبه من الاجهزه الفنيه للمنتخبات، يعني كابتن عمرو انور المدير الفني لمنتخب 97، ودي نقطه مهمه جدا، ان انا النهارده لما اجي الاعب رمضان مع منتخبه الاساسي، او لو اتكلمنا مع منتخبه الاساسي اللي هو هيلعب فيه ومرحلته السنيه، يبقى انا لازم اتعامل مع هذا اللاعب بشكل نفسي اكتر عشان استفيد منه. واستفيد منه ازاي؟ استفيد منه لان اللاعب لما بيلاقي نفسه بيلعب للفريق الاول، منتخب مصر الاول، فلما تيجي تلعبه في المستوى الاقل، وشفنا خلوا بالكم يا جماعه انا بقول كده ليه؟ لان شفنا تجربه في المنتخب الاولمبي انعكس عليها ده، مش رمضان لوحده، ده رمضان وكهربا ومصطفى فتحي ومجموعه من النجوم الكبيره. ما قدرش المنتخب الاولمبي يستفيد منهم لان ما تمش التعامل مع هؤلاء النجوم بالشكل النفسي الافضل. اللي انت ازاي تهيئ اللاعب ده اللي موجود مع اقصى حاجه المنتخب الاول، انك تهيئه يلعب للمنتخب الاقل سنا والاقل يعني اهتماما. فبالتالي بقى لما تنزله لمنتخب اصغر شويه في السن واصغر شويه في الاهتمام واصغر في كل حاجه، لكنه منتخب مصر ومن حقه يلعب. هنا يبقى دور الجهاز الفني ان يأهل اللاعب اللي وصل للمرحله الاولى او المرتبه الاولى انه يبدا يديله دوافع جديده ويديله شكل نفسي جديد علشان يقدر ياخد منه، عشان بعد كده انا هسبق لكم الاحداث، اصل فلان ادى، اصل فلان ما اداش، اصل بيتكبر على المنتخب، اصل اداؤه هنا غير اداؤه مع النادي الاهلي غير اداؤه مع المنتخب الاول. اذا ما قدرتش تتعامل مع موهبه كبيره وتوظفها في هذا السياق، فبالتالي لا تسأل او ما تقولش اللاعب اداني وما ادانيش. ودي التجربه دي حصلت مع
المنتخب الأولمبي علشان البعض ما يخلطش في الأوراق. خليني سريعا أطلع فاصل عشان نستعرض أهم ما جاء في عناوين حلقتنا